وحشتوني وحشتوني وحشتوني، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. انا بقالي فتره كبيره منزلتش. هتقولوا لي ليه؟ هقول لكم ما اعرفش، ماليش نفس. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه عشان القناه تكبر بيكم. النهارده بقى هنعمل ايه؟ الكشري المصري على طريقة تانية. في حاجات كتيرة ناقصة، بس انا اصلا ما كانش ليا مزاج ان انا اعمله، فعشان كده ايه، يلا هنخلص. رهف طلبت مني كشري، اول اصلا مرة تطلبه، تعتبر يعني تاني مرة او تالت مرة هي اصلا تاكله. المهم كانت طالباه مني قبلها بيوم، فانا كسلت، ف طلبته تاني يوم. فقلت ايه خلاص هعمله. حتى انا بدأت اعمله الساعة 2 وديتها الدرس وجبت الحاجات وانا جاية، وايه وقعدت بقى احضر فيه واجهز فيه على ما ميعاد الدرس بتاعها جه. يعني ان انا اروح اجيبها كنت خلصته. هي بتاخد درس الساعة 2 والساعة 3، بروح اجيبها 4. بطلع من البيت الساعة 3:30، يعني ساعة ونص كنت مخلصة الكشري خالص، وكمان قعدت. المهم ايه، حمرنا الشعرية وغسلت الرز والعدس الأصفر وضربت طيبتهم في حلة لوحده، وبعدين على في حلة تانية كل ده يعني مع بعضه، البوتاجاز شغال كله مع بعضه. حلة تانية مليت مية وحطيتها ايه تغلي المكرونة، وبعدين جبت العدس اللي هو الأسمر في اسمها ايه في طاسة لوحده وسلقته كده. تمام تمام. رحت راح جايبة بصلتين مقطعاهم، غسلتهم، حطيت الدقيق والنشا وقعدت افكك فيهم، وشغلت طاسة الزيت وهحمره. خلصنا من البصل والرز والمكرونة والعدس، فاضل ايه؟ الصلصة. راح بصوا بقى ما عنديش توم، والتوم خلص. قعدت ساعة ادور على توم، لقينا التوم، قشرته ودقيته وفي حلة على النار وحمرته، ورحت ضربة الطماطم في الخلاط مصفياها ونزل عليه. تمام كده الكشري خلص. هنا بقى اهو بصوا كنت بقطعت في البصل. كنت انا بقى وميدو في الشقة، ميدو قعد يزهق فيه، يعني لو انا هخلص الحاجة في دقيقة هخلصها في 10 دقايق. هنا بقى بصوا حطيت نشا وهحط الدقيق اهو، بيبقى خطير. على فكرة انا في الطبيعي ان انا بحمر البصل الاول واخد الزيت بتاع البصل احط منه على الرز. انا طبخة كل الاكل بسمنة بلدي. باخد الزيت احط يعني شوية للرز مع السمنة البلدي بيخلي طعمه تحفة، وشوية بعد ما بروح حطاهم في المية بتاعة المكرونة بعد ما بتغلي، وبعدين بروح سايبة شوية بعد ما اصفي المكرونة اروح حاطة كب عليها شوية ومقلباهم في بعض. والعدس الاسمر بعد ما بيطيب بروح جاية حاطة معاه فص توم مهروس ومقلباه، يعني اللي هو تبقى الحاجات كلها فيها من طعم بعض. بصي بيبقى روعة. ان شاء الله النبقى الجاية هعمل لكم الشطة والدقة بتاعته، بتبقى تحفة اللي انا بعملها. بس النهاردة بصراحة امبارح يعني ايه نسيت اجيب الخل، فكسلت بقى ايه ان انا اجيب، قلت النوبة التانية بقى. بصراحة هو كان طعمه تحفة. هنا البصلات بتحمر، والحلة البامبا ديت بسلق فيها المكرونة. بقى حطيت نوعين المكرونة مع بعض اللي هي الخواتم والسباكيتي. صلوا على النبي يا حبايبي، واللي ما اشتركش في القناة يشترك، وعايزة لايك وكومنت جميل منكم. وقولولي ايه رأيكم في الكشري. هنا بقى ايه كان، على فكرة كان العدس هنا، العدس الأسمر كان طاب، بس مش عارفة ايه اللي خلاني زودته تاني. مش عارفة بصراحة، حسيت بعد ما شرب ميته وانا رحت مطفيه عليه. وهنا الرز برضو كان شرب ميته ووطيت عليه يتشمع كده، ما كانش فاضل لي غير ان انا هعلق على الصلصة بعد ما اشيل البصل عشان هاخد الزيت بتاعها
اعمل برضو منه الصلصة. نسيت اقول لكم، الزيت بتاع البصل بيتعمل منه الرز وبيتحط منه على المكرونة، وبيتعمل منه الصلصة، بيخليها يعني تحفة التحفة، نفس اللي احنا بنشربه بالظبط. هنا بقى هو كنت هنا بقى كنت بعمل ايه، افتكرت. هنا كنت بقشر الثوم وهضرب الطماطم، وحطيت بقى الطماطم ان هي قصدي حطيت المكرونه تتسلق، وهنا اهو ده تقريبا كان اخر دور بصل. لا، كان فاضل كمان نوب البصل. بصوا بيبقى تحفه والله، تنال تاني يوم عندي لسه مقرمش. ده بقى ده بقى كان اخر دور بصل. العربيه بتاعتي كانت اتبلت لان انا جيت من بره، انا مغيرتش هدوم، فضلت زي ما انا. وطلعت برضو بقى كده لان انا كنت متاخره على الدرس، كنت مستنيه جوزي يجي من الصلاه عشان اسيب له ميته عشان اروح اجيبه، لان المشوار بتاع الدرس بعيد في اخر البلد. قولوا لي بقى، بدأتوا تجهيزات رمضان ولا لأ؟ وروقتوا الشقة وعلقتوا الزينة واشتريتوا يومش رمضان؟ انا بصوا هعمل لكم فيديو عن كل ده، بس انا متأخرة فيه. انا اشتريت حاجات ولسه عندي حاجات ان شاء الله هصوره لكم، وهنزل لكم الشقة وهنزل لكم الزينة. انا لسه معلقتش الزينة، يعني احنا كده فاضل كام يوم على رمضان. رمضان هيبقى يوم الخميس، انا بسجل لكم الفيديو ده يوم الجمعة، فلسه ما عملتش حاجة خالص. روقت الشقة بس، ده اللي انا عملته. لسه بقى فاضل لي هعلق الزينة واحضر يعني حاجات رمضان. هنا بقى كان الكشري خالص، ايه رأيكم؟ ديت المكرونتين صفيتهم، وده البصل كان اخر دور بقى فيه كام بصلايه كده اللي هما لسه متحمروش، بس انا ما كانش عندي خلق رحت جايه مطلعه. وده العدس الاسمر، وده الرز على العدس الاصفر على الشعريه. هوريكم دلوقتي الصلصه. كده نبقى وصلنا لنهايه الفيديو، ما تنسوش الاشتراك في القناه، وباي.